يواصل الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ياس سوروب وضع النقاط فوق الحروف، وذلك بشأن حالة بعض النجوم في صفوف القلعة الحمراء. ويرى الدنماركي ياس سوروب المدير الفني للنادي الأهلي أن سلوفيني جراديتشار مهاجم الفريق ليس رأس الحرب المثالي الذي من الممكن أن يعتمد عليه في الفترة المقبلة. وفتح ياس سوروب الباب أمام فكرة خروج سلوفيني جراديتشار من القلعة الحمراء من خلال تسويقه في انتقالات الشتاء والتعاقد مع صفقة جديدة في الخط الأمامي، وذلك حال عدم الاقتناع بخدماته في المرحلة المقبلة. والمفاجأة هي أن ياس سوروب يرى أن حالة جراديتشار الفنية والبدنية أفضل من محمد شريف، ورغم ذلك يرى أن سلوفيني لن يتأثر الفريق حال رحيله، مع فتح الباب بشأن ضم صفقة بمواصفات فنية أفضل من حيث التحرك وعملية ترجمة الفرص. وبدأت كواليس الانتقالات الشتوية تشتعل مبكرا داخل القلعة الحمراء، وسط حالة من الغموض والترقب حول الصفقات التي يستعد النادي الأهلي لإبرامها خلال يناير المقبل، في ظل رغبة الإدارة في تدعيم الخطوط الدفاعية بعناصر جديدة تعيد التوازن وتمنح المدير الفني ياس سوروب المرونة التكتيكية التي يبحث عنها. وعلمت مصادر مطلعة أن حسام عبد المجيد مدافع الزمالك أصبح أحد الأسماء المطروحة بقوة داخل لجنة التخطيط بالأهلي. يأتي ذلك بعدما نال موافقة لجنة السكاوتينج التي درست ملفه من الناحية الفنية، وأكدت أنه يمتلك المقومات الدفاعية القوية التي تناسب أسلوب لعب الأهلي في المرحلة المقبلة. اللجنة الفنية في الأهلي ترى أن اللاعب سيكون حلا مثاليا في حال أصبح متاحا في السوق، سواء بعد انتهاء عقده أو حال رحيله عن الزمالك بطريقة غير مباشرة، حيث ينظر إليه كمدافع شاب يتمتع بالقوة البدنية والقدرة على بناء الهجمة من الخلف، وهو ما يتوافق مع رؤية المدرب الدنماركي ياس سوروب. اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد انتشار أنباء تزعم أن المدير الفني للنادي الأهلي الدنماركي ياس سوروب رفض فكرة التجديد مع الثنائي الأساسي في الفريق. وترددت أنباء بأن حسين الشحات وأحمد عبد القادر ثنائي الفريق يعدان خارج حساباته الفنية في المرحلة المقبلة، لكن مصادر مطلعة داخل القلعة الحمراء نفت تماما تلك الأنباء، مؤكدة أن الحديث عن رفض المدرب تجديد عقود اللاعبين غير صحيح جملة وتفصيلا. وأوضح المصدر أن النادي الأهلي يضع ملف التجديد للثنائي ضمن أولويات المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الإدارة ترى أن الشحات وعبد القادر من العناصر المهمة في صفوف الفريق، وأن استمرارهم يخضع فقط للتفاهم حول الجوانب المالية وشروط التمديد، وليس لأي أسباب فنية كما تم تداوله. يبدو أن الأهلي على موعد مع تحركات غير متوقعة في ميركاتو الشتاء، بعد أن عادت إلى الواجهة صفقة كانت قد خرجت من الحسابات في عهد المدير الفني السابق خوسيه ريفيرو. الصفقة الآن تدخل دائرة اهتمام المدير الفني الجديد ياس سوروب، الذي بدأ بالفعل في رسم ملامح قائمة الانتقالات المقبلة بنفسه بدون أي تدخلات من جانب أي أحد على الإطلاق. المفاجأة تتعلق باللاعب أحمد عيد، نجم المصري البورسعيدي ومنتخب مصر، والذي تم عرضه من جديد على لجنة التخطيط بالأهلي. اللجنة استقرت على إعادة طرح اسمه أمام ياس سوروب، خاصة بعد ملاحظته لعدم وجود بديل قوي في مركز الظهير الأيمن خلف محمد هاني الذي يخوض معظم المباريات دون راحة تقريبا. ياس سوروب يرى أن مركز الظهير الأيمن بحاجة إلى دعم فني سريع، خصوصا في ظل غياب عمر كمال عبد الواحد الطويل الإصابة، واحتياج كريم فؤاد لأسبوع إضافي على الأقل قبل العودة للملاعب، ما يجعل فكرة ضم أحمد عيد في الشتاء خيارا واقعيا ومناسبا لاحتياجات الفريق. مصادر مقربة من القلعة الحمراء أكدت أن المدير الفني طلب تقريرا تفصيليا عن اللاعب وأرقامه خلال الموسم الجاري تمهيدا لاتخاذ القرار النهائي، خاصة أن الأهلي لا يريد تكرار سيناريو الإرهاق البدني في الجبهة اليمنى الذي عانى منه الفريق في نهاية الموسم الماضي.